السلام عليكم متتبعين ديالي العزاز. نتمنى انكم تكونوا في اتم الصحه والعافيه يا رب. مرحبا بكم معنا في نهار جديد وقصه جديده. وقبل ما نبداو اجيو جميعا نصليو على النبي. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا عليه افضل الصلاه والسلام. ونبداو القصه ديالنا على بركه الله. انا سميتي فريده، في العمر ديالي 22 عام، وجيت اليوم باش نعاود لكم قصتي ونحكي لكم حكايتي وما جرى فيها. المهم انا كنقرا في الجامعه، عندي اختي صغيره وبابا ميت وماما في الأربعينات من عمرها. كنا عايشين الحمد لله، ماما خدامة وبابا حتى هو الله يرحمه خلانا واحد الخليصة اللي مستورين بيها. المهم أنا تعرفت على واحد سيد المدة ديال عامين وأنا معاه، ولكن متخبية على ماما دخلها الشك وحسيت باللي عندي علاقة مع شي واحد النهار سولاتني. بطبيعة الحال أنا نكرت وقلت ليها لا، ما كنعرف حتى شي واحد. المهم بقات كتحاول معايا وتضغط عليا حتى عاودت ليها كل شي وقلت ليها انه ناوي باش يخطبني. بدات كتضحك، قالت لي كنت حاسه بلي شي حاجه كاينه. المهم سولاتني، قالت لي شنو سميتو، شحال في عمرو، فين ساكن، شنو كيخدم. قلت ليها سميتو يونس، في العمر ديالو 30 عام، وعنده محل ديال كراء السيارات. قالت لي اذا السيد لاباس عليه. قلت ليها بخيرو بخميرو وبرزقو، وخوتو كاملين عايشين في اوروبا. من بعد قالت لي خصني نتعرف عليه. انا فرحت وقلت نعرفو بماما، هكا هي غادي تكون عارفه كل شي وحتى انا غادي نكون مرتاحه. قلت ليها شوفي شي نهار اللي يناسبك نعيط له ونخرجوا نتلاقاو على برا. المهم من بعد ما داز واحد اليومين قلتها ليونس، عجباتو الفكره وقال لي هكا حسن باش امك ما تبقاش مقلقه من جهتك. والصراحه هاد السيد كان كيبغيني بزاف وكيدير كل شي على قبلي باش يرضيني. المهم درت معاه وخرجت انا وماما، عيطت له، تلاقينا، جلسنا واحد شويه برا. من بعد ماما ناضت قالت لينا نمشيو نتغداو في شي بلاصه والغدا على حسابي. المهم مشينا تغدينا، دوزنا واحد الوقيته اللي زوينه ورجعنا في حالاتنا للدار. من بعد ولات ماما فاش كتشوفني كنهضر معاه في التليفون كتقول لي الا كان يونس سلمي لي عليه. من بعد ولات كتقول لي دوزيه لي نهضر معاه. واحد النهار كنت كنهضر معاه كيف ما العاده، تجات وقالت لي دوزي لي. انا دوزت ولا سولات عليه. من بعد قالت له توحشناك. المهم انا ما درت والو في بالي، واخا دخلني شويه الشك وجاتني هضرتها في شكل. المهم من بعد واحد المده قالت لي شنو بان لك نعارضو عليه يجي يتغدى عندنا في الدار. ورجعت قالت لي ولكن هاد الفكره ما جاياش، يجي عندنا للدار وحنا غير العيالات بوحدنا ويجي واحد براني، الناس غادي يبقاو كيهضروا علينا. قلت ليها عندك الحق، هذه ما جاياش. قالت لي الا بغيتي نخرجوا نتغداو على برا ونديروا شي عراضه ونمشيو، ولكن هو هاد المره هو اللي غادي يخلص. وبدات كتضحك. من بعد قالت لي عطيني النمره ديالو نشوف الا كان واش يهضر معايا ولا لا، ولكن ما غاديش نقول له بلي انا ماماك. انا بالنيه ديالي قلت ليها نجربوه، وبديت كنضحك. المهم عطيتها النمره ديالو، عيطات له، بدات كتهضر معاه بلا ما يعرفها ماما وهو يقطع عليها. من بعد ولات عاودات عيطات عليه وقالت له انا ماما فريده وهذا هي النمره ديالي. من بعد قالت له الا قدرت تجي عندنا نمشي نخرجوا نتغداو برا جميع، ولكن انت اللي غادي تخلص. قال ليها موافق. المهم لغت ليه، خرجنا تغدينا، وفاش خرجنا كنا غاديين كنتمشاو، امي كانت كيمشيو قدامي هي ويونس وانا موراهم. المهم انا ما جاتني ببالي والو، قلت عادي ممكن باغيه تزيد تعرف عليه. من موراها تفارقنا معاه ورجعنا في حالاتنا للدار. من بعد ما دازت واحد السيمانه امي ولاو كيجيوها لي زابيل بزاف، وفاش كنسولها كتقول لي كنهضر غير مع خالتك. كنثيق بيها حتى لواحد النهار وهي تقول لي شوفي بما انه يونس ما يقدرش يجي عندنا للدار على قبل هضره الناس،
شنو بان لك نقولوا له يجي يخطبك والناس كامله تسمع باللي راه خطيبك ويجي يولي كيجي عندنا عادي على حقاش راه خاطبك. انا الصراحه عجباتني الفكره وقلت لماما نهضر معاه ونقول له شنو كاين ونشوف شنو غادي يقول. امي قالت لي ماشي انت اللي غادي تهضري معاه، انا اللي غادي نهضر معاه قدامك. المهم عيطات له ماما بالتليفون ديالها وقالت له الا كنت كتبغي بنتي ديال بصح اجي خطبها. المهم قبل هو بلا ما يفكر، قبل دغيا بلا تردد. المهم عطاتني التليفون باش نهضر معاه، قال لي الا كنتي قابله وموافقه نجي نخطبك والنهار اللي بغيتي فيه. المهم تفاهمنا من بعد شهر. فاش قلتها لماما قالت لي شهر بزاف، قالت لي قولي له من بعد 10 ايام. المهم رجعت عاودت عيطت له قلت له الخطبه من بعد 10 ايام الا كانت موالمك. قال لي ماشي مشكل. المهم من بعد ما دوز داك العشر ايام قال لي غادي نجي نخطبك ووجدي راسك. وصل داك النهار عرضنا على عمي الكبير هو ومرته باش يحضروا معنا الخطبه. المهم وصل النهار ديال الخطبه امي وجدات كل شيء وما عمرنيش وسط ماما زوينه بحال داك النهار. لبسات وماكات انا عجباتني وفرحت بيها. قلت ماما وقفت معايا وبغيتها حتى هي تتزوج وتشوف حياتها على حقاش مازال كتبان صغيره وزوينه. فاش كنت كنجبد معاها الموضوع ديال الزواج من قبل ما كانت كتبغي، كنقول لي علاش ما تزوجيش وديري حياتك وتعاودي تعطي فرصه جديده وتعيشي حتى انت بحال العيالات، ولكن ما كانتش كتبغي. المهم خطيبي جاب امو وباه وجا لدارنا يخطبني. جاو خطبوني دازت الخطبه زوينه الحمد لله. من بعد سيمانه عائلة يونس عرضوا علينا باش نمشيو نتغداو عندهم في دارهم. فعلا مشينا فرحوا بينا كبروا بينا داروا داكشي اللي كيدار ولاو كيجيو عندنا نمشيو عندهم. المهم من بعد شي ايامات ولا خطيبي ما كيعيطليش بزاف، وفاش كنعيط له انا كيقول لي راني مشغول. المهم تزايدت معاه في الهضره قطع عليا، وليت فاش كنعيط له ما كيردش ما كيجاوبنيش وما يبغيش يهضر معايا. المهم واحد النهار وعيط لي قال لي راه ما كاين والو، قال لي راني توحشتك اجي نشوفك. من موراها بشي ايامات عاوتاني رجع يتبدل عليا، كنعيط له والو ما كيجاوبنيش. انا الصراحه بديت كنتقلق، قلت كيفاش السيد قبل ما نتخطبوا كنا مزيانين ودابا فاش تخطبنا وعرف كل شيء تبدل معايا بحال هكا علاش؟ ولا ديما كيقلب على المشاكل والصداع. وليت كنشوف حتى امي انها تغيرات معايا ولات ما كتبغينيش فاش الوقيته اللي كتشوفني كنهضر معاه. مره كتحيد لي التليفون ولات كتجلس بوحدها بزاف بيتها ولات قوات الهضره في التليفون. وفاش كنسولها شكون كتقول لي خالتك. المهم واحد النهار وقع مشكل بيني وبين خطيبي، طلب مني شي حاجه ماشي هي هذيك ولكن انا ما قبلتش، قلت له حتى نتزوجوا. المهم طلع لي الدم وتقلقت وقلت له صافي غادي نحبسوا هذا الشيء كامل، انت راك غير كتضحك عليا ومدوز بيا الوقت وكل واحد ولد الناس في طريقه. بقى كيتلف فيا ويرغبني ويقول لي انت ديالي وما عمرني غادي نسمح فيك وغير انت اللي غادي تكوني حلالي وانت اللي تكوني ماين ولادي. انا قلت له انا وياك وصلنا لطريق مسدود ونسى داك الشيء كامل اللي كان بيناتنا وغدا اجي دي الخاتم ديالك وحوايجك اللي جبت. المهم شعيت لماما وعاود ليها داكشي اللي بيناتنا. جات عندي ماما بقات كتحاول معايا كتقول لي ما كاين مشكل وغير الشيطان دخل بيناتكم وانتم كتبغيو بعضياتكم. قلت ليها صافي يا ماما كل واحد يشد طريقه. وما بغيتش نقول ليها شنو طلب مني حيت ما قدرتش بصراحه كرهته وما بقيتش كنحمله. قبل كان كيقلب عليا ولكن من بعد الخطبه ما بقاش كيسول فيا ولا يعيط عليا. مره فين كيسول وكيقول لي توحشتك وباغي نشوفك. انا ما كنت فاهمه والو، هاد السيد ولا متقلب
فاش كيعجبو كيسول، ومني ما كيعجبو الحال صافي كينساني. بقيت كنقول هذا شنو عنده في عقلو، ولكن مع الوقت فهمت كلشي. هنا ماما قالت لي نعرضو يجي عندنا ونصلح بيناتكم. قلت ليها لا ما يجيش، وإلا جا أنا ما غاديش نخرج من بيتي. المهم ديك العشية كنت دايرة قيلولة، حتى كنسمع أمي كتهضر في التليفون كتقول لي راها مزيانة وراها بيتها دايرة قيلولة. تما أنا قلت أكيد غادي يكون هو. نوضت مشيت عند ماما قلت ليها دوزي لي. كنت غادي نسبو، من بعد قالت لي راه قطع، وقال لي انتي راكي ماشي طالع لك الدم ومعصبة، ما غاديش يهدر معاك دابا. قالت لي علاش ما بغيتيش تهدر معاه، وراه عيط لي باش يسقسيني عليك، وقالت لي حقا راني عرضتو للدار وغدا في العشية غادي يجي عندنا وغادي نصلح بيناتكم. قلت لها هيك قلت لك ما تحتاجيش تدخلي راسك في هاد المشاكل. وقلت لها عاودي عيطي له وقولي له ما يجيش. المهم اللي غدت ليه ماما دارت داكشي اللي في راسها، عارضاتو ووجدات كلشي ومشات لبسات وماكات ودارت الريحه. قلت لها امي شنو هادشي كامل؟ قالت لي باش ما يقولش ماشي نقيه ويقول لامك عجوزه. بقيت غير كنشوف ساكته ديك العشيه حتى كنسمعوا الدقان في الباب. قلت اكيد غادي يكون هو. هربت ودخلت لبيتي وسديت الباب وقلت لماما شوفيه بوحدك. فعلا ماما فتحت له الباب، وفاش دخل للدار سمعت ماما كترحب بيه وكيهضروا في الكولوار هي وياه. من بعد مشاو جلسوا في الصالون. انا قربت ودني لحدا الباب باش نسمع شنو كيقول ليها. سمعت ولكن ما فهمت شنو كانوا علاش كانوا كيهضروا، حيت كانوا كيهضروا غير بشويه. من بعد قلت مع بالي دابا تجي ماما وتقول لي جاي يطلب منك السماحه، اجي وضروري خصك تشوفيه. انا درت في راسي باللي صافي ما غاديش نعاود نشوفه. بقيت في بيتي وهما كيهضروا حتى سمعت ماما كتضحك. من بعد هو قال ليها غير بشويه لا تسمعنا. انا تما توسوست وقلت والله حتى نخرج نشوف شنو كاين وشنو كيديروا. فعلا مشيت للباب فتحت الباب باش نخرج ليهم حتى كنسمع ماما كتقول له صافي بركه. دخلت عليهم لقيتها جالسه حداه. انا تخلعت قلت ماما شنو هادشي اللي كدير؟ حتى جا هو عندي وقال لي غير سمحي لي، انا كنت كنهضر مع ماما كنت رجاها باش تهضر معاك وتقنعك، ما نفسخوش هاد الخطبه. قلت له خرج من الدار دابا ولا غادي نبقى كنغوت. فعلا مشى خرج، سديت موراه الباب ومشيت لبيتي وانا معصبه على امي. قلت ليها ما يعاودش يجي للدار. المهم من بعد ما دازت واحد السيمانه جا والديه لعندنا، هضرت امو معايا وقالت لي ناوية الخير بنتي، وإلا كان هو نغلط في حقك سامحيلو ونعلي الشيطان ورجعوا كيف ما كنتو. المهم قلت ليها نفكر وديك الساعة نرجع لك. المهم فكرت ورجعنا مع بعضياتنا، ولكن ما بقيناش كيف ما كنا من قبل. ولينا ما كنهضروش بزاف في التليفون، كنهضروا عادي باحترام وصافي. وحتى هو ما زادش عاود الغلطة ديالو. المهم مع الوقت بدا كيدوز، رجعنا كيف ما كنا، رجع داك الحب بيناتنا ونسينا كل شيء. وماما كانت ديما بيناتنا، ولكن الحاجه اللي كانت مقلقاني انه ماما ويونس ولاو قراب من بعضياتهم بزاف. واحد النهار قالت لي باغيه ندوز البيرمي ونتعلم نسوق. قلت ليها مزيان، ولكن ما عندناش الطوموبيل. قالت لي سهل فيها الله، الرزق يجيبو الله. المهم قلت ليها دبري راسك. من بعد قالت لي غادي نمشي لعند يونس هو اللي غادي يعلمني. انا تفاجأت، قلت ليها كيفاش هاد الهضره؟ كيفاش هو غادي يعلمك؟ قالت لي على حقاش غادي يعلمني فابور. انا قلت ماشي مشكل عادي. المهم من بعد سيمانه ولات كتمشي تتعلم تسوق عنده وهي فرحانه. اول نهار مشات لبسات مزيان وماكياج وقادات راسها. قلت ليها شنو بدلك بحال هكا ماما؟ ما كنتيش بحال هكا من قبل. قالت لي راني بغيت نتهلا في راسي وقلت ضروري خصني نعتني براسي، مازال صغيره
وعلاش ما نعيش حياتي. انا قلت ما ربما عندها الحق. المهم كنمشي 3 ديال المرات في السيمانه باش نتعلم السوق. واحد النهار قلت ليها نمشي معاك، ولكن ما بغاتش. قالت لي لا، ما تمشيش معايا. انا قلت والله ضروري خصني نعرف علاش ما بغاتش نمشي معاها. المهم واحد النهار خرجت في الصباح، تبعتها نشوف شنو كاين. كنشوف فيها من بعيد حتى وصلت في البلاصه فين عندنا يونس المحل. دخلت عنده المحل وانا بقيت غير كنتسنى برا. من بعد واحد الساعه عاد باش خرجت، ركبت معاه في الطوموبيل. عيطت ليه هو ولكن ما بغاش يجاوبني. رجعت للدار، دازت واحد نص ساعه، عيطت لماما، جاوباتني. هزات عليا وجاوباتني. قلت ليها فينك؟ قالت لي راني كنسوق، دابا شويه وغادي نجي للدار. تسنيتها حتى جات. قلت ليها شنو درتي في هذا النهار كامل؟ قالت لي قريت واحد شويه الكود، ومن بعد مشيت نسوق مع يونس. من بعد قلت في راسي هادوم ضروري اكيد كاينه شي حاجه بيناتهم. السيده جلست ساعه في المحل. المهم بقات على هاد الحاله هكا واحد الشهر تقريبا، كتمشي 3 المرات في السيمانه. حتى لواحد النهار جابت واحد الطوموبيل وجات. قلت ليها منين جبتيها؟ قالت لي شريتها من عند يونس وتفاهمت معاه باش نبقى نخلصها شويه بشويه. قلت ليها ماما، انت منين جاوك الفلوس ديال هاد الطوموبيل؟ الطوموبيل على الاقل كتسوى 13 مليون بعدا. قالت لي راه حسبها لي بثمن رمزي وصافي. المهم ثقت بيها. قلت ما ربما يكون نسيبتو وخلاها ليها بداك الثمن، بغا يفرحها. المهم لغت ليه جا هو عندنا باش يبارك لينا زعما في الطوموبيل. جلس كيتعشى معانا، وفاش جا غادي سلم على ماما وسلم عليا انا. المهم من بعد ما دازو شي ايامات جا الفاكتور، جاب لينا واحد البريه من البنكه. خصنا ضروري نكملو الخلاص ديال الدار، على حقاش با الله يرحمه خلانا الكريدي في البنكه. جات ماما قلت ليها شنو كاين وشنو غادي نديرو، ومنين غادي تجيبو هاد الفلوس باش نخلصو الدار؟ قلت ليها بيعي الطوموبيل ديالك ونخلصوها. قالت لي بلا ما تفكري، مدبرها حاكم. المهم امي قالت لي غادي نمشي عند يونس نشوف البيرمي ديالي فين وصل باش نجيبو. المهم مشات في الصباح، ما رجعت حتى العشيه. سولتها قلت ليها فين كنتي؟ قالت لي راني شفت يونس على البيرمي، لقيتو مازال موجود. ومن موراها قلت له انا غاديه باش نشوف على حساب الدار على الكريدي ديالو. قلت له راه عندي الكريدي ديال الدار وضروري خصني نكملو ولا غادي يخرجوني من الدار. قالت لي حتى قال لي راه عندي المعارف غادي يديروا معاك التسهيلات. قال لي ضروري ما غادي نشوف واحد صاحبي يدير معاك شي تسهيلات، ما تبقاش تفكري في هذا الشيء كامل. المهم ثقت بيها. وكان واحد المشكل اخر ديال الجيران، بداو كيهضروا باغيين يعرفوا منين جاونا هاد الفلوس كاملين باش شرينا الطوموبيل. المهم داك الطوموبيل دارت واحد الضجه، ولينا كنقولوا ليهم خطيبي هو اللي شراها لي. المهم واحد النهار كانت عندي فرض مع 9 ديال الصباح، خصني ضروري باش نمشي للجامعه. فعلا مشيت مع 8 ديال الصباح. ملي خرجت من الدار وماما كل دقيقه كتعيط عليا كتسولني فين وصلت. حتى قلت ليها راني وصلت للجامعه. صافي ما بقاش عاودات عيطات عليا. المهم دخلت، لقيت الاساتذه دايرين اضراب. جلست واحد نص ساعه وجيت راجعه في حالتي للدار. فاش قربت نوصل حتى شفت الطوموبيل ديال يونس حدا العماره فين ساكنين. المهم طلعت للدار، فتحت الباب، دخلت. امي كانت في بيتها وساده عليها الباب. دقيت عليها، قالت لي راني كنلبس في حوايجي، دابا واحد شويه ونخرج. قلت ليها واش يونس شنو جاي يدير هنا؟ قالت لي لا ما جاش. قلت ليها انا شفت الطوموبيل ديالو راه لتحت. قالت لي ما ربما تكون كتشبه ليا. انا كنت متاكده بلي الطوموبيل ديالو. خرجت للبالكو حاضيه نشوف واش ديالو ولا لا، حتى كان سمعت الباب ديال الدار تحلات ودارت تسدات. مشيت باش نشوف شكون.
لقيت ماما حدا الباب. قلت ليها علاش فتحتيها؟ قالت لي حسبت لي شي واحد راه كيدق علينا. قلت ليها انا ما سمعت والو. المهم انا من تما رجعت للبالكو باش نكمل الحظيه ديالي الطوموبيل نشوف واش ديالو ولا لا. حتى كنشوفو خارج من العماره ديالنا ومشى جيت الطوموبيل. مشيت عند ماما قلت ليها الطوموبيل ديال يونس راني شفتو خرج من العماره اللي حنا فيها ومشى نيشان للطوموبيل. قالت لي ما ربما يكون كيعرف شي واحد هنا في العماره. انا بقيت كنفكر ما عرفتش حيت ما عمرو عاود لي بلي كيعرف شي واحد هنا. المهم هزيت التليفون عيطت له. كنعيط ولكن ما كيجاوبش. مشيت عند ماما حتى سمعتها كتهضر في التليفون. قلت له ربي يسترنا كنا غادي نتفضحوا. قلت لها مع من كتهضري؟ قالت لي كنهضر غير مع خالتك على حساب الدار. انا حسيت بلي كاينه شي حاجه عادي ولكن شنو هي ما عرفتش. شويه بقيت هكاك حتى عيط لي يونس. قلت له شنو كنت كدير في العماره اللي فيها حنا؟ قال لي بلي جيت كنقلب على شي واحد تما ولكن ما لقيتوش. قلت له شكون هو؟ ما عمرك عاودت لي عليه. قال لي سميتو محمد. صافتوني عنده شي ناس ولكن فاش سولت لقيت 3 تما سميتهم محمد ولكن ما عرفتش شكون فيهم. المهم لغت ليه ماما خرجت. بقيت بوحدي في الدار. مشيت للبيت ديالها كنلقى واحد الساشي مخبيه تحت المخده ديالها. لقيت فيها فلوس. قلت شنو كيديروا هاد الفلوس ومنين جابتهم؟ ما حسبتهمش ولكن بانوا لي فلوس اللي كتار تكون هكاك واحد 20,000 درهم. لكن منين جاو؟ فاش زاد سولتها قلت ليها كنت كنخمل في البيت ديالك ولقيت شي فلوس عندك. قالت لي هي ديال واحد صاحبتي عطاتهم لي باش نخبيهم ليها. انا ما فهمت والو. المهم وليت ثقت بيها حتى لواحد النهار جات خالتي عندنا ضيفه وقالت لي يلاه معايا جلسي مع عندي شي ايامات. انا ما بغيتش نمشي معاها. قالت لي والله حتى تمشي. قلت ليها صافي حتى غدا ونجي عندك ان شاء الله. المهم عيطت لي يونس قلت له غادي نمشي نبات في دار خالتي. قال لي ماشي مشكل. ماما حتى هي قالت لي سيري ارتاحي شويه وبدلي الجو. المهم لغت لي مشيت عند خالتي جلست عندها. من موراها بنهار عيطات لي ماما كتسول فيا كيفاش راك واش عجبك الحال تما. انا بصراحه الدار ديال خالتي كنلقى فيها راحتي. قلت ليها غادي نجلس واحد اليومين وداك الساعه ونجي. مع عندي واحد بنت خالتي متفاهمين انا وياها بزاف. كانت كتخدم في واحد الصالون ديال الكوافوره. قلت ليها نمشي معاك للخدمه نتعلم واحد شويه. قالت لي ماشي مشكل. المهم مشينا جلست معاها في الصالون حتى ل 11 ديال الليل. قلت ليها غادي نخرج نتمشى واحد شويه ونرجع. خرجت نتمشى. عيط لي يونس قال لي راني بعيد شويه حتى العشيه ونعيط لك. قلت له صافي. المهم من تما رجعت مشيت لدارنا نيشان وقلت فاش نوصل للدار نعيط لبنت خالتي تقول لماماها بلي انا راني مشيت لدارنا. المهم مشيت للدار دخلت ما لقيتش ماما في الدار. قلت ماشي مشكل. مشيت لبيتي جالسه مكونيكطيه داتني عيني نعس واحد شويه على حقاش الليله اللي قبل سهرنا انا وبنت خالتي وبقى فيا النعس واحد شويه حتى سمعت الباب ديال الكولوار تحلت. ما قدرتش نوض. قلت اكيد غادي تكون ماما ومع فيا النعاس وعيانه ما قدرتش نوض. وماما حسبت ليها راني مازال عند خالتي على حقاش ما شافتنيش. واحد شويه هكا حتى سمعتها كتقول صبر صبر غير بالعقل ياك اليوم غادي تبقى عندي. انا تما قلت مع من كتهضر. نط خرجت من بيتي مشيت باش نفتح الباب ديال البيت ديال ماما نشوف مع من كتهضر. المهم خرجت مشيت للبيت ديال ماما كيف ما قلت لكم. اختي كانت ناعسه حتى هي في بيتها حتى كنسمع ماما قالت هادشي كامل فيك. قلت اكيد كاينه شي حاجه وضروري ما يكون معاها شي واحد في البيت. شديت راسي غير بسس ما بغيتش نفتح الباب. واحد شويه ما حسيتش على راسي حتى فتحت الباب حتى شفت واحد المنظر لا يوريه الحبيب.
شفت يونس جاي لعندي، ضرب فيا وهرب. كان واقف مع ماما ولاصق فيها وشد ليها من يديها. المهم هو هرب، وانا بديت كنغوت ونغاير في ماما. قلت ليها واش ما احتملتيش؟ هذا خطيب بنتك، ما عمرني كنت كنتسنى منك ديري هاد الشي. انتي ميمتي وهي تقول لي بنتي، تسنى غير نفهمك بالعقل. قلت ليها فهمت كل شي وشفت كل شي بعيني، وعرفتك على حقيقتك وعرفتك شنو كتسوي. ما خليت ليهاش، خرجت برا مشيت كنتمشى وغير كنبكي. جلست في واحد البلاصه، جات عندي واحد المراه ما كنعرفهاش، شفتني بحال هكاك، بقيت فيها وانا غير كنبكي. ما بغيتش نقول ليها شنو كاين وشنو وقع لي. جلست معايا مسكينه، ما بغاتش تخليني بوحدي. ديك العشيه قلت ليها انا غادي نمشي للدار. المهم تفارقنا. من موراها جيت راجعه للدار ديال خالتي في الطريق، قلت نعيط لداك الشماته ونعايرو مزيان اللي ما يسواش. كنعيط له كيصوني ولكن والو ما كيجاوبش. بقيت كنعيط ولكن والو. مشيت لدار خالتي، شافوني هكاك غير كنبكي وحالتي حاله. كتسول فيا خالتي وبنتها، ولكن انا ما بغيتش نرد عليهم. قلت لهم انا عيانه وباغيه نبقى غير بوحدي. بصراحه كنت مصدومه من داكشي اللي شفته، في واحد الحاله ما تبغيهاش لعدوك. المهم العشيه جات عندي خالتي، قالت لي اجي تتعشي معنا. قلت ليها ما فيا اللي ياكل، ما قادراش ناكل حيت انا مازال مكويه. جلست في البيت حتى بدات كتعيط لي ماما، ولكن ما جاوبتش. عيطات لخالتي سولاتها عليا. خالتي قالت لها مالها شنو كاين. ملي جات وهي غير كتبكي وساده عليها، وما بغاش تقول لينا شنو كاين، وما بغاش حتى تتعشى. قالت ليها غير في واحد المشكل وقع بيناتها هي وخطيبها. حتى ماما تسترس وما بغاش تهضر على شنو وقع بالضبط. المهم في 10 ديال الليل عيطات لي ماما ماما ين خطيبي وهي كتبكي. قالت لي ولدي راه كيموت وقطعات عليا. انا تخلعت، قلت شنو كاين. عيطت ليه التليفون ديالو ولكن كان طافي. مخليت كيف ما درت ولكن ما عرفت شنو كاين. رجعت عيطت لماما قلت ليها شنو كاين. قالت لي ما عارفاش، انا دابا غادي نجي عندك. المهم جات عندي بالطوموبيل للدار ديال خالتي. من الخلعه ديال غادي يموت نسيت شنو داكشي اللي وقع، شنو وقع من قبل. المهم مشيت انا وماما وبنت خالتي لدار خطيبي في الليل. وصلنا للدار قالوا لينا راه تقلبات بيه الطوموبيل وراه كوما. حنا في الصراحه تخلعنا، سولناهم كيفاش وقع ليه، قالوا لنا حتى هما ما عارفينش شنو وقع له. المهم رجعنا للدار ديال خالتي، امي مشات لدارها. الغد لي رجعت ماما لعندي لدار خالتي، داتني معاها ومشينا للسبيطار. فين راه يونس؟ ما خلاوناش نشوفوه. قالوا لينا بلي راه الحاله ديالو صعيبه بزاف وما كنظنوش انه غادي يعيش. وزيداتهم رجلو تقطع ليه وعنده كسور في الجسم ديالو كامل. بصراحه فلت من الموت وعجوبه. جلس المده ديال 20 يوم وهو كوما في غيبوبه. من الاخر شنو وقع ما عرفتش، ولكن ما تمنيتلوش يموت. من بعد سيمانه رجعت لدارنا وماما ما كنهضر معاها ما كتهضر معايا. حتى ماكلتي كنطيبها بوحدي وحوايجي حتى هما كنصبنهم بوحدي. اما ناجي اما يونس جلس المده ديال 3 شهور في السبيطار ما كيتحركش. بعد ما خرجوه من السبيطار داوه للدار. مشينا باش نطلعوا عليه انا وماما وخالتي. شفناه في واحد الحاله اللي صعيبه بزاف، وجهه ما بقى فيه ما يتشاف وما كيقدرش يتحرك، وحتى الهضره ما بقاش كيقدر يهضر. سولنا مو عليه وهي غير كتبكي. قالت لينا راه قال لهم الطبيب غادي يكمل حياته كامله بحال هكا مشلل وما يقدروا يديروا ليه والو. من بعد قالت لي غادي نصيفطوه لاوروبا عند خوتو، مربى ما يقدر يتعالج تما. من بعد واحد المده فسخت الخطبه ديالي مع يونس وهو صافطوه لاوروبا يداوى، وانا جلست في دارنا مع امي واختي الصغيره.
حتى لواحد النهار كنت جالسة في بيتي وجات عندي ماما، قالت لي بنتي ضروري خصني نهضر معاك، وأنا غير ساكتة، كنت باغية نسمعها نعرف داكشي اللي وقع، ولكن ما جاوبتهاش. قالت لي بنتي غادي نصارحك، أنا كنت على علاقة مع يونس وسمحي ليا بزاف، وهاد الشي ماشي اللي في بالك وماشي داكشي اللي كتفكري فيه. أنا يونس قربت منه على حقاش طمعت فيه، حيت هو لاباس عليه، والطوموبيل هو اللي شراها لي، والدار هو اللي كمل الخلاص ديالها، وكنت كناخد من عندو الفلوس. قالت لي بنتي سمحي لي، أنا بصح غلطت، ولكن ما كنتش باغية نخليه يتزوج بك، كنت باغية نسوسو من الفلوس وناخد من عنده، ومن بعد نفسخ الخطوبة ديالك معاه ونرميه، على حقاش ما يستاهلكش. قالت لي من الاول كيف ما شفتو كنت عارفة باللي اللي جات قدامه ديالو، وانا عرفت كيفاش نجبدو لعندي. وقالت لي راه عاطيني شي فلوس راني مخبياهم، الا بغيتي نعطيهم لك وديري بهم شي حاجه. الا كرهتيني يا بنتي غادي نخليك في هاد الدار، وانا نخرج نقلب على شي دويره نكريها. المهم اللي هو نطلب منك السماحه وسمحي لي بزاف. شفت ماما وعنقتها، بديت كنبكي وهي كتبكي. من الاخر واخا وقع هادشي كامل كتبقى ماما. قلت لها ان شاء الله الله يهديك وتوبي لربي وطلبي منه يغفر لك ويسمح لك. الصراحه ما بقاتش ديك المحبه بيني وبينها كيف ما في الاول، وديك المعامله الاولى وليت ديما كنشوفها بالنظره اللي خايبه بزاف. ولكن رجعت كيف ما كانت شحال هادي وشاده دارها وتقارها وكتربي في بنياتها. انا بقيت عايشه معاها في دارنا بوحدنا. من موراها شفت امي تغيرات بزاف ورجعت كيف ما قلت لكم كيف ما كانت شحال هادي، وحسيت بها بلي ندمات بزاف. ولكن انا ما قدرتش نعاود نرجع داك الثقه وداك المحبه اللي كانت بيناتنا بشحال هادي. المهم هي مهليه في اختي الصغيره وحتى انا، ولكن كيف ما قلت لكم واخا رجعت صالحت معاها، ولكن ما قدرتش نزيد نقدر نسمح ليها داك المسامحه ونثق فيها كيف ما الاول. وهذه هي قصتي خوتي، جيت عاودتها لكم. الحباب ديالي، اللي عجبكم المحتوى اللي كنقدم ما تبخلوش عليا باشتراك وتفعيل الجرس، وما تنساونيش من التعاليق ديالكم الزوينه واللايكات باش هكا الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن، وتزيدوا تشجعوني ونزيد نعطي اكثر. وإلا كان ممكن البارطاج مع العائله والحباب والصحاب. طبيعه الحال هادشي فضلا وليس امرا. كنبغي نشكركم واحد واحد، واخا كلمات شكر قليله في حقكم، ونتمنى انني نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. كنعتذر الا كانوا كيصدروا مني بعض الاخطاء ولا كنتهجى، راهي من ستريس وصافي. نتمنى انكم تشجعوني باش نقدر نحسن من المستوى ديالي ونزيد نعطي اكثر. وخليتكم على خير وبخير، موعدنا في الفيديو الجاي. دمتم في امان الله ورعايته.